القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا نبدأ النهاردة كورس متخصص في الموضوعات العقيدة. ناخد عقيدة، يعني كم عقيدة كده من الحاجات المهمة جدا. يبقى الكورس داخل في جانب العقيدة وداخل في جانب الدفاعيات. النهاردة المفروض نبدأ بعقيدة، ناخد عقيدة الثالوث. عايز أقرأ لكم الأول. انتوا شايفين كده تقروا؟ مهم جدا ان احنا نقرا مع بعض. عايز اقرا لكم قول القديس اسمه القديس هيلاري، وعايز نبدا نحفظ مع بعض شويه اسماء قديسين كده من الاباء اللي احنا بنعتمد عليهم في الكنيسه. القديس هيلاري اسمه القديس هيلاري اسقف فاتيه، وده بيسموه اثناسيوس الغرب. بيسموه ايه؟ اثناسيوس الغرب. اثناسيوس الغرب بيقول لنا ايه قبل ما نبدا نتكلم عن الثالوث؟ يقول لنا ايه بقى؟ يقول لنا، انا حابب قوي نقرا مع بعض القول ده: نحن مضطرون بسبب اخطاء الهراطقه والمجدفون أن نعلم ما هو غير مباح. أن نعلم إيه؟ اقروا معايا. ما هو غير مباح يعني إيه؟ يعني ده احنا في كلام مش مسموح لنا إن احنا نتكلم فيه. وأن نتسلق المرتفعات، وأن نعبر عن الأشياء التي لا ينطق بها. يعني احنا دلوقتي هنضطر نصيغ عبارات عن حاجات لا ينطق بها. فيش في العقل البشري اللي يقدر يدينا ان احنا نضع عبارات حوالين الثالوث بعبارات دقيقة. خدوا بالكم، معظم العبارات حتى اللي استخدمها الكتاب المقدس هي عبارات استخدمت لأجل ان البشر يفهموا. فاهمين؟ يعني ما يقول الآب والابن والروح القدس، كل دي تعبيرات ربنا استخدمها عشان يوضح لنا احنا نفهم، عايزين نفهم العلاقة بين الابن والآب. فيقوم يقول لي ده الابن وده الآب عشان يبقى عندنا تصور. فاهمين؟ يقول كمان وأن نتناول أمور محظورة. صحيح، المفروض ده كلام صعب، المفروض ما نتكلمش فيه. ومع أنه ينبغي علينا أن نفرز الوصايا من خلال الإيمان وحده. نفرز الوصايا من خلال إيه؟ الإيمان وحده. خدوا بالكم، كل ما يقال دلوقتي قائم على الإيمان. ربنا يعلن، لكن احنا عندنا الإعلان من ربنا، لكن احنا بنستقبل الإعلان بإيه؟ بالإيمان. خلوا بالكم، احنا بنستقبل الإعلان بإيه؟ بالإيمان. فنحن مضطرين أن نوسع قدرة لغتنا الضعيفة للتعبير عن الحقائق التي لا توصف، كما إننا مجبرون بسبب تجاوزات الآخرين أن نتجاوز نحن في محاولة محفوفة بالمخاطر. يعني احنا مش المفروض عمال على بطال، يعني سامحوني يعني في التعبير، كل واحد يعمل نفسه لاهوتي ويتكلم في اللاهوتيات. خد بالك. وفي نفس الوقت ده شوف قديس اسمه ايه؟ قديس هيلاري، يسموه اثناسيوس الغرب. يقول لك ده احنا داخلين في محاولة يعني محفوفة بالمخاطر. اثناسيوس الغرب بيقول محاولة محفوفة بالمخاطر. احنا احيانا سامحوني يعني كل واحد، يعني اخطيت انا في التعبير، يعني مش بتكلم براحتي، ما احنا في كنيستنا يعني كل من هب ودب عامل نفسه لاهوتي. طب يا اخي، ده اللاهوتيات محتاجه اتضاع. طب نعمل ايه بقى؟ طب احنا عايزين نتكلم، نعمل ايه؟ يوم بقى يجي القديس اثناسيوس الرسول يقول لنا طب نعمل ايه؟ نتكلم في اللاهوتيات ازاي؟ يقول لك بواسطه صلاه دائمه لله ومعرفه تتسم بالتقوى والتضرعات المقدسه، ليس بشكل عرضي انما بتسليم كامل للقلب نعرف ذلك. عايز تعرف ربنا معرفه حقيقيه؟ اعمل ايه؟ تضرع. تضرعات ايه؟ مقدسه ومعرفه. قولوا معايا، معرفه تتسم بايه؟ بالتقوى. يعني ايه بالتقوى؟ يعني بمخافه الله، بروحانيه، بعمق، بشبع. حط زي ما ما انت عايز تحط. وتسليم كامل، نسلم القلب بالكامل لربنا. عشان كده كل لاهوتي اسكندريه، اسمعوا بقى العباره دي، كل لاهوتي اسكندريه كانوا ايه؟ مدرسه اسكندريه يعني كرسي الاسكندريه. كل لاهوتي اسكندريه دول كانوا بيتسموا بايه؟ بالتقوى والعلاقه. تسمع عن قديس اثناسيوس الرسول كان عايش حاله نسكيه عظيمه جدا. تسمع وهكذا كل قديسين
اللي كان بابا كرولوس عمود الدين ناسك في الكنيسة. ليه احنا بنعمل كده؟ طب نعرف ربنا ازاي؟ يقول لك بقى ايه، هنلف البكرة دي لتحت ولا لفوق؟ انا نسيت. بس قديس هيلاري قال لنا ان احنا ما نقدرش، دي محاولة صعبة جدا. طب نعمل ايه؟ قديس اثناسيوس قال نصلي ونقرب من ربنا بتقوى وبخشوع. ليه؟ لان اول حاجة ربنا ما عرفوهوش بالعقل. الله يا احبائي سر. الله ايه؟ سر. عشان كده يقول ايه؟ عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. الله ايه؟ سر. طب احنا نعرف هذا السر ازاي؟ قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لك الاله الذي يستوعب بالعقل ليس اله. يعني ايه؟ الله غير محدود. الاله اللي ندركه بعقلنا. يجي النهارده حد يقول لك ايه، انا عايز اعرف ربنا بس اديني الامور تبقى معقوله، انا عايز اعقل كل حاجه بعقل. لا يا حبيبي، عباره الله عرفوه بالعقل عباره خاطئه، عباره مش روحيه ولا صحيح الله لا يتعارض مع العقل. كل معرفتنا على الله لا تتعارض مع العقل، لكنها تفوق العقل وامكانيات العقل وادراكه. ليه؟ لان الله عظيم جدا، الله غير محدود. ازاي عقلنا المحدود يدرك؟ فيقول لك الاله اللي يستوعب بالعقل، يعني الاله اللي تقدر تقف على ماهيته بالكامل بالعقل، ليس ايه؟ ليس الها بالحقيقه. ليه؟ لانه بقى غير محدود. شوفوا احنا في كل معرفتنا عن الله نحن نعرف بمقدار ما اعلن لنا الله عن نفسه واستوعبناه احنا بالايمان. امور يعني عايزه نتسلق المرتفعات زي ما قال القديس هيلاري، رحله محفوفه بالمخاطر. ربنا اعلن لنا، ربنا حب يعرف لنا عن نفسه. طب الله السر ده نعرفه ازاي؟ يقول لك الله السر، لا العكس. الله السر نعرفه ازاي؟ نعرفه من خلال حاجه اسمها الاعلان. اسمها الايه؟ قولوا معايا، عايزكم تفتكروا العباره دي. الاعلان يعني ايه؟ الاعلان يقول لك الاعلان يعني كشف المخبوء، حاجه مش مدركه بالعقل ربنا كشفها لينا وعرفنا بيها. ايه الحاجه؟ كل ما يخص الله ربنا اعلن لنا عن نفسه. يقول لك الاعلان ده نوعين. نوع من الاعلان اسمه الاعلان العام، ده اللي موجود في كل الخليقه. السماء، لا اللي موجود في الخليقه، نعرف الله من الخليقه. السماء تسبح بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. حضرتك تقف قدام الطبيعه الخلابه تقول يا سلام، ده اكيد الطبيعه العظيمه دي خلقها اله عظيم وخالق، مش كده ولا ايه؟ ده نوع اسمه الاعلان العام. لكن في اعلان اسمه الاعلان الخاص. الاعلان الخاص ده بقى في منه جزء مكتوب وجزء ايه؟ شفهي. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه اللي احنا بنقوله ده؟ اللي هو ايمان الكنيسه. ايمان الكنيسه. الجزء المكتوب هو ايه؟ ايمان الكنيسه اللي مكتوب في الايه؟ في الكتاب المقدس. ده اعلان الله لنا، اوحى به كل كتاب موحى به من الله. يعني ايه؟ يعني متنفذ به من الله. فالاعلان ده ربنا اداه للكنيسه، واللي دونته سواء في العهد القديم او العهد الايه؟ العهد الجديد. فاحنا ربنا عرفناه من خلال الاعلان. ليه؟ لان الله اله محب وحنون. لما جه ربنا يسوع المسيح في تجسده وبيحبنا، ربنا عايز يعرفنا بنفسه. لما جه ربنا يسوع المسيح في تجسده قال ايه؟ قال للاب ايه؟ عرفتهم، قولوا معايا، اسمك وسأعرفهم ايضا. ليه بقى؟ ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. شفت؟ يعني غايه التجسد ان ربنا يعرفنا بيه. احدى غايات التجسد يعني ان ربنا يعرفنا بيه المعرفه الحقيقيه، نعرف الله المعرفه الحقيقيه. فجه ربنا يسوع المسيح اكمل المهمه دي على اكمل وجهه. اجي يقول للاب ايه؟ عرفتهم اسمك. ومش بس عرفتهم واتقطعت العلاقه، لا وساعرفهم ايضا. يعني هتفضل المعرفه ده او الاعلانات دي اعلانات ايه؟ مستمره باستمرار في الكنيسه. بس احنا بقى
كأولاد ربنا بنستقبل الإعلان بإيه؟ بالإيمان. يقول لك من خلال الإيمان، خلال الإيمان يستعلن الله فينا، مش خلال العقل. ولذلك لما واحد بتوع النقد الادنى للكتاب المقدس، بس الكتاب المقدس دوروا فيها الاخطاء، او لو واحد يقول انا باحث ودارس في الدراسات المسيحيه وبيبحث عن ايه؟ بيبحث عن اخطاء، ده مش ممكن ربنا يكشف له عن ايه؟ عن ذاته، ولا يعلن له عن ذاته. ربنا بقى من خلال الكتاب المقدس اعلن لنا عن نفسه ايه؟ عقيده الثالوث هي اعلان الله عن نفسه. قال لنا كده في سفر الرؤيا: اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليرى عبيده ما لابد ان يكون. ربنا اعلن نفسه لنا عن نفسه ان هو ثالوث. عشان كده عقيده الثالوث يا احباء ما هياش من تاليف البشر، او عقيده اخذت من حضاره قديمه او من فلسفات، انما اعلان الله عن نفسه. ربنا اللي بيحبنا اعلن لنا عن نفسه انه اب وابن وروح قدس، والثلاثه ايه؟ واحد. الكنيسه امنت بهذا الاعلان من ساعه نشاتها، واصاغته في عبارات محدده، وعاشت بيه منذ اللحظه الاولى لغايه النهارده. الكنيسه عايشه بالحقيقه دي. تعالوا نشوف ربنا اعلن لنا عن نفسه ان هو ثالوث. تعالوا نمسك الجزء الخاص بالكتاب المقدس، وبعدين ناخد الجزء بقى اللي هو ايه. بصوا، اي عقيده لما نحب ندرسها عندنا طريقتين سهلين جدا للدراسه. ايه هما؟ واحد، الكتاب المقدس بيقول ايه؟ لان كل عقيده تتعارض مع الكتاب المقدس تبقى ايه؟ تبقى مش عقيده، تبقى ترفضها الكنيسه. ايه المصدر الرئيسي او الاساسي لعقيده الكنيسه؟ الكتاب المقدس. فاي عقيده عايز تبحث عنها اقول لك طريقه سهله جدا للدراسه. واحد، شوف الكتاب المقدس بيقول عنها ايه. اتنين، شوف الكنيسه عاشت العقيده دي ازاي او فهمتها ازاي. فهمتوا؟ فالتطبيق بتاعنا يبقى على المحورين دول. المحور الاولاني الكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن العقيده، المحور الثاني الكنيسه فهمت العقيده دي ازاي من خلال الكتاب المقدس. تعالوا نشوف العهد القديم، هنلاقي فيه طرق اعلان الله عن نفسه. في العهد القديم ربنا اعلن لنا عن نفسه بطرق وانواع كتيره مختلفه، مش كده؟ لكن ابرز 3 طرق ربنا اعلن لنا بيهم عن نفسه في العهد القديم من خلال ال3 حاجات دول. ايه هم؟ الحاجه الاولى من خلال الرؤى. الرؤى يعني ايه؟ يعني من خلال الرؤيا ربنا كان بيرى نبي معين او شخص معين بعض الرؤى اللي يشوف فيها ربنا ويتعرف على برهه كده من الله. كان موجود ده في العهد القديم. مين يقدر يذكر لنا رؤيا فيها حاجه زي كده؟ لما ظهر لابونا ابراهيم. بس ظهور دي مش رؤيه. ظهوره لابونا ابراهيم مش رؤيه، دي ظهورات. لكن الرؤيه نقصد بها زي رؤيه مين؟ زي دانيال او زي اشعياء شاف رؤيه، طلع السماء وشاف ايه؟ شاف ربنا جالس على العرش وازياله تملا الهيكل. وشاف ايه؟ شاف الشياطين والسرافيم وما بيسبحوا ربنا تسبيحات السمائيين، فبيقولوا له ايه؟ قدوس قدوس قدوس. مش كده؟ يقولوا ال3 تقديسات. واشعياء فهم من ده ان احنا بنقدس ربنا ب3 تقديسات، وان ربنا موجود ومالي الكون كله. او زي دانيال الاصحاح 7 وكل انواع الرؤى اللي كانت موجوده في العهد القديم. الظهورات بعد كده، الظهورات بقى دي اللي انت اتكلمت عليها اسمها الظهورات بقى، ويسموها الظهورات المسيانيه، جايه من كلمه المسيانيه. وظهورات العهد القديم المسيانيه هي كلها ظهورات لاقنوم الابن. كلها ايه؟ ظهورات لاقنوم الابن. بحسب ايه؟ بحسب ايمان الكنيسه. زي ايه الظهورات دي؟ زي اللي انت قلت من شويه عليه، ابونا ابراهيم قاعد على باب الخيمه لقى 3 رجال الله وملكين زي ما الكنيسه بتفسرها. بعد الاباء بعد التفسيرات تلاقوا بعد التفسيرات يعني احنا بنقبل ان الله وملكين معاه، بعد التفسيرات تقول ان ده ظهور للاب والابن والروح القدس للثالوث. مش التفسير الرائج والمستقر في ذهن الكنيسه ظهور للابن ومعاه ملكين. مش كده ولا ايه؟ طب اجل بس ثواني الاسئله. كل قطعه كل جزئيه كده ناخد عليها شويه اسئله عشان ما نوقفش الاسترسال. يعني
ده ظهور، او ظهور مثلا منوح وزوجته لما قالوا له فقداء قبل شمشون، سالوه ما اسمك فقال ملك الرب، وقال لهم كده لماذا تسال عن اسمي وهو ايه عجيب. ويعقوب في صراعه مع الملاك اللي صار معاه لغايه الفجر، وزيارات كتيره جدا جدا جدا. كل الاباء اجمعت انها ايه كانت زيارات لاقنوم الايه، اقنوم الابن. ايه الحاجة الثالثة بقى؟ طرق اعلان الله عن نفسه في العهد القديم، نصوص العهد القديم نفسه. هل السؤال احنا بناخد النهارده ايه؟ ناخد عقيدة اسمها عقيدة الثالوث. هل هناك اشارات للثالوث في العهد القديم ولا لا؟ هناك اشارات كتيرة جدا. ليه الاشارات في العهد القديم واحد ما كانتش واضحة بالكفاية؟ ليه ما كانش فيها قسرة زي العهد الجديد؟ ليه؟ ها؟ يلا تناقشوا، اتفضل امكن بس باختصار، مش عايز كده. مختلطين بالشعوب الوثنيه، ادي سبب من الاسباب. مختلطين بالشعوب الوثنيه، ممكن فكرهم عن الثالوث يتلخبط، مش كده ولا ايه؟ ده نمره 2 حاجه مهمه جدا، مش بس مختلطين، ربنا كان عايز ياكد عليهم على الوحدانيه، فالشعوب الاخرى كلها عندها تعدد آلهة، فربنا عايز يحافظ عندهم على فكرة الوحدانية. كمان ما تنسوش ان الشيطان كان مطلق، مش كده ولا ايه؟ الشيطان قيد فين؟ من على الصليب. من العهد الجديد بقى الشيطان مقيد، وده عهد النعمة، ربنا عمال يكشف لنا عن نعمه بايه؟ بتفتح. لكن هل كان في حاجات في العهد القديم بتأكد، في نصوص بتأكد على وجود كان في ولا لا؟ تعالى نقرا مع بعض. ادي نص من نصوص يقول في امثال 30:4 من صعد الى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع اطراف الارض، ما اسمه واسم ابنه ان عرفت. اسم ابنه. يقول في مزمور 109 من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. مين هنا؟ هو مين هنا المتكلم على فكرة؟ الآب، مش كده؟ بيكلم مين؟ بيكلم الابن. مزمور 2:7 يقول قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك. نقرأ أشعية بقى 9:6. أشعية 9:6 دي جبارة قوي. يقول إيه؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. لغاية دلوقتي عادي، ما ممكن ملك من الملوك هيخلف ولد. كمل بقى. ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ايه رأيكم في الكلام ده؟ يبقى يولد لنا ولد، ده الآب بيتكلم، وممكن الروح القدس كمان. عندنا ابن وإيه كمان؟ ونعطى ابنا، والرئاسة تكون على كتفه. بس ده اسمه عجيب مشير إله قدير أبا أبديا رئيس سلام. كل دي إيه؟ صفات الله. كل دي صفات الله. مستحيل نقول على حد مشير إلها قديرا أبا أبديا رئيس سلام، مستحيل. يعني كل الآية دي بتوضح إن عندنا إله هيولد لنا ولد، والولد ده هو إيه؟ إله قدير بيتشارك مع الآب في السلطة والقوة. طيب حاجة كمان، أنا مالي متلخبط في البتاع ده، أنا هطلع القلم اللي معايا أحسن. أنا أختار لكم بس، خدوا بالكم يا أحباء، أنتوا معايا؟ أنا اخترت لكم نماذج عشان إحنا مش هنقعد نعمل حصر. اخترت لكم نماذج. في بداية سفر التكوين يقول وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. روح السيد الرب عليا. الآية دي اللي استخدمها مين؟ ده خدوا بالكم آيات كتير، يعني أنا هعدي عشان الوقت، عشان المحاضرة تاخد أكتر من ساعتين، فأنا هعدي عشان خاطر الوقت. يعني مثلا هقرأ لكم بعد شوية في تكوين بعض النصوص برضو. ماذا وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لكن الآية دي روح السيد الرب عليا لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأحسب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. الآية دي اللي استخدمها ربنا يسوع المسيح في تجسده، وقال إن الآية دي
تامة الآية. الآية دي فيها ثالوث ولا ما فيهاش؟ فين الثالوث؟ ها؟ روحه. روح مين؟ روح السيد. يعني مين هنا؟ ادي الروح القدس والايه؟ والسيد الاب. ومين المتكلم عليا؟ الابن. فدي آية تظهر الثالوث بمنتهى البساطة. يا رب يسوع. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا شبهنا، فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. وكل الآيات بقى اللي فيها وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا، وفي البدء خلق ألوهيم السماء والأرض. كل النصوص دي فهمها اليهود في وقتهم. يعني في كتاب عند اليهود اسمه كتاب الزهار في شرح الحروف الأربعة لاسم يهوه. كتاب الزهار ده من الكتب الأساسية بتشرح العهد القديم. يقول إيه اليهود ضمنوا فهموا النصوص دي إزاي؟ يقول إن السر العظيم لكلمة يهوه توجد 3 درجات كل واحدة قائمة بمميزاتها، ومع ذلك هم واحد ومتحدين لدرجة لا يمكن فصل الواحد عن الآخر. فالقدوس قديم الأيام يظهر وكأن له 3 رؤوس ومتحدة في واحد. لحسن حد بس يجي يقول لك إيه ده أصل أنتم كمسيحيين بتطوعوا النص حسب إيه؟ حسب أهوائكم. لا، دي الكتابات بتاعت اليهود اللي بتشرح النصوص دي هي نفسها فهموا النص إزاي. دي بعض النماذج من العهد الايه القديم. العهد الجديد بقى اعلان ربنا بقى في العهد الجديد. يقول الكتاب ايه؟ الله بعدما كلم الاباء في الانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ايه؟ في ابنه الذي جعل وارثا لكل شيء والذي به ايضا عمل العالمين. ربنا بقى في تجسده اعلان واضح. ليه بقى؟ ليه بقى الاعلان واضح؟ هقول لك ليه بقى. لأن الكتاب يقول كده: لا أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن. عايز أفكارك تكون متوافقة مع الآب، لازم توافق على أو تتوافق مع اللي بيقولوا لك الابن عن الآب. إحنا ما نقدرش نعرف الآب والابن والروح القدس من نفسنا، لكن ربنا نفسه أحبائي اللي بيحبنا هو اللي عرفنا نفسه، هو اللي قال عرفتهم وسأعرفهم أيضا. ليه يا رب؟ عشان يكون فيهم الحب الذي أحببته. أنا عايزهم يكونوا زي مثال الحب بين الأب والابن والروح القدس، يكونوا هم كمان فينا على مثال الشركة الثالوثية. كل حاجة في الكنيسة على مثال الشركة الثالوثية. فجي ربنا بقى في العهد الجديد في عصر النعمة بعد الخلاص ما تم، وبعد ما روحه تسكن فينا مرة تانية بالروح القدس، تقدر انت تقول ايه؟ ان المسيح رب. فجي يعلن لك عن نفسه بقى، كلمك عن كشف المخبوء بقى، يعلنه لك بايه؟ بوضوح جدا. عشان كده هتلاقي بقى في العهد القديم على طول بقى الاعلان عن الثالوث واضح في خلال بقى ايه؟ سواء من خلال احداث او من خلال نصوص. من خلال الاحداث، اول حدث عندنا من الاحداث المهمة جدا حدث الايه؟ المعمودية. الاب فين؟ صوت هذا هو ابني. مين المتكلم هنا؟ ده الصوت اللي اتسمع الاب. والابن موجود فين؟ في المية، والروح القدس على هيئة حمامة عشان البشرية تتعرف عليه. طيب وحادثة تانية زيها بالظبط بالمثل، جه صوت من السماء: هذا هو ابني له اسمعه. حادثة الايه؟ حادثة التجلي. او كمان نقدر نفهم الثالوث من خلال ايه؟ انتوا معايا يا اولادي؟ انتوا مركزين ولا ايه؟ من خلال المحادثات او الصلوات اللي تمت بين ايه؟ الاب والابن. الابن يخاطب الاب يقول له: انا مجدتك ومجدني بالمجد اللي كان عندك. مجدت وامجد ايضا. مين اللي بيتكلم تحت بيخاطب الاب؟ الابن. والصوت اللي جاي من السماء صوت الايه؟ صوت الاب. مش كده؟ كلام واضح. او لما السيد المسيح يكلمنا عن ان هو ينطلق عشان يرسل لنا المعزي، مش كده ولا ايه؟ كل دي اشارات واضحه جدا او احداث للثالوث. اما من خلال النصوص بقى، النصوص واضحه جدا. من بدايه لوقا 1، من بدايه البشاره يقول: فاجاب الملاك: الروح القدس يحل عليك. ادي الثالوث بوضوحها. وقوه العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي ثالوث واضح
فيهوش كلام، ما فيهوش ريبه، ما فيهوش اي مجال للايه، للمناقشه. في يوحنا 1:1 يقول في البدء كان، في البدء كان ايه؟ الكلمه. طب وبعدين؟ والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. يقول الله لم يره احد قط. يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الايه؟ كما يكرمون الاب. في الارساليه انتوا معايا يا شباب ولا يا حد تايه؟ عشان بعد كل شويه كده نسال شويه عشان نشوف الناس مصحصحه ولا لا. احنا هدفنا ان احنا كلنا نفهم القصه دي. الجزء الاولاني احنا بس حصر للنصوص، لكن احنا كل ده هنشرحه في ازاي فهمت الكنيسه النصوص دي. اعلان واضح جدا في الارساليه. قال لهم ايه ربنا يسوع؟ اذهبوا، اقروا معايا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. طبعا في الشركه نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم في كورنثوس الايه الثانيه. وايات كثيره جدا 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 نفهم من الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده ان العهد الجديد، سواء العهد الجديد او العهد القديم، العهد الجديد بالاكثر بيوضح لنا 3 نقط مهمين جدا. ايه هم؟ اول حاجه وحدانيه الثالوث القدوس في جوهر واحد. احنا عندنا ثالوث، اتكلمنا عن اب وعن ابن وعن روح قدس، لكن عندنا ايه؟ 3 اقانيم في ايه؟ في اله واحد. يسموها ايه؟ الوحدانيه الجامعه. الوحدانيه الايه؟ الجامعه. خدوا بالكم، عايزكم تبقوا فاهمين ده، وهقول لكم ايه الفرق بين الوحدانيه الجامعه والوحدانيه المصمته. نمره 2 يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا ان في تمايز في الاقانيم عن بعضها البعض. خدوا بالكم، الوحدانيه ليست الاحاديه. الاحاديه تقبل ايه؟ الثنائيه والثلاثيه والرباعيه، يعني كان على وحدانيه. فالله الوحدانيه دي ايه؟ الله واحد لكن نرى فيه ايه؟ تمايز. قولوا معايا العباره دي، تمايز بين الاقانيم. نرى في عباره ايه؟ احنا هنتكلم عن التمايز دي بعد شويه، بس ده واضح من النصوص. واضح ولا ما واضحش؟ ايوه. طب بالنسبه للي بيهزوا دماغهم ده واضح ازاي؟ ايوه. كم واحد عمل كده؟ اللي عملوا كده يرفعوا ايديهم، هيستخبوا دلوقتي. ايوه، حد يقول لنا يعني كده واضح؟ واضح في ايه؟ مش كنا لسه من شويه بنقول ان الاب بيخاطب الابن وده صوت من السماء؟ ده مش صوت الابن، ده بيقول انت ابني هذا هو ابني. مش كده؟ ده صوت مين؟ الاب. ففي ميزه في الاب. ده صوت الاب ولا صوت الابن؟ قلنا ده صوت الاب. يبقى ده ايه؟ يبقى ده واضح الاب وواضح الابن وواضح الروح القدس، مش كده ولا ايه؟ ففي تميز بين الاقانيم. العهد الجديد يقدم لنا اعلانا عن المساواه بين الاب والابن والروح القدس في الكرامه والالوهيه. اتفقنا؟ طيب، ده الجزء الاولاني، ده كان بعض النصوص. الجزء الثاني بقى اللي احنا بنسميه تعليم الاباء عن الثالوث. هو تعليم الاباء عن الثالوث يعني ايه؟ يعني العباره دي، ازاي فهمت الكنيسه عقيده الثالوث او النصوص اللي احنا قريناها او الاعلانات او الرؤى وعبرت عنها. الكنيسه فهمت ده ازاي؟ ليه انا كتبت عباره كيف فهمت الكنيسه الثالوث؟ ليه؟ لان في عباره عايزكم تحفظوها باستمرار. العباره دي بتقول ايه؟ بتقول نحن لا نعرف الكتاب المقدس إلا مشروحا بالآباء معاشا في القديسين. ليه بنقول العبارة دي؟ ليه؟ هقول لكم. أريوس لما استخدم آية من الكتاب المقدس، أريوس على فكرة استخدم حوالي 10 آيات بالتحديد يعني، أو أكتر شوية، لكن في 10 آيات يعني كان ماسك فيهم
ان دول اللي بيأكدوا ان لاهوت الابن اقل من لاهوت الاب. منهم ايه؟ ابي اعظم مني. ايه رأيكم؟ ها؟ هو ايه اللي عمله اريوس؟ هي ابي اعظم مني دي ايه في الكتاب المقدس ولا مش ايه في الكتاب المقدس؟ ايه رايكم؟ هو جايب نصوص من الكتاب المقدس ولا مش جايب؟ جايب، لكن شرحها ازاي؟ بحسب تفسيره هو، مش بحسب تفسير الكنيسه. عشان كده بقول لكم ايه النهارده؟ لا، النص موجود لكن الكنيسه فهمته ازاي. وخدوا بالكم، خدوا بالكم من نقطه مهمه. اوعى حد يفتكر الكنيسه فهمته يعني الكنيسه طوعت النص على هواها. لا، الكنيسه عاشت الحدث قبل وجود النص. انتوا فاهمين؟ يعني ايه؟ يعني الكنيسه كانت بتعيش بالايمان قبل ما الكتاب المقدس حتى يتكتب. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، الكتاب كتب لنا عن قصه تاسيس سر الافخارستيه في يوم خميس العهد، مش كده؟ والفعل اللي عمله ربنا يسوع المسيح، وانه اخذ الخبز وشكر وبارك وقسم وادى لتلاميذه وقال لهم خذوا هذا وجسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، مش كده؟ قبل ما الكنيسه او قبل ما البشريين يصيغوا العبارات دي في الكتاب المقدس كانت الكنيسه عايشه ايه؟ عايشه هذه الحقيقه وفهمتها وعرفت كلمه مأكل حق. ويقول لك ان العباره اللي استخدمت في العباره دي اسمها إليسية، يعني الحق المطلق، مش الحق اللي يقبل شك. الكنيسه عاشت الايمان وبعدين عملت ايه؟ بعدين دونته. فالكنيسه فهمت العقيده بمعنى انها عاشت العقيده. عشان كده قلت لكم ايه؟ مشروحا بالاباء معاشا في القديسين. يعني ايه؟ يعني الكنيسه عايشه الايمان ده. فمنذ اللحظه الاولى لبدايه خدمه التلاميذ وتاسيس الكنيسه، والكنيسه عايشه انه عارفه ان عندها اب وابن وروح قدس والثلاثه هم ايه؟ هم واحد. ده ايمان الكنيسه. تعالوا نشوف الكنيسه بقى عبرت عن ده ازاي. عشان نفهم ايمان الكنيسه تعالوا نحط بعض تعريفات ونشرحها مع بعض. اول تعريف عايزين نعرفه، اول سؤال يخطر على بالنا هو احنا بنتكلم عن الاب والابن والروح القدس. ايه اشهر حاجه عايزين نعرفها؟ يعني ايه الاب والابن والروح القدس؟ وتعالى ونسال يعني ايه ايمان الكنيسه. نقول ان الكنيسه تؤمن باله واحد. قولوا معايا، تؤمن بايه؟ باله واحد مثلث الاقانيم. وصاغت لنا دوت في ايه؟ في قانون اسمه قانون الايمان، مش كده؟ وعلى فكره قانون الايمان يعني كتب في القرن الرابع 325 بدايته، لما الهرطقات زادت والكنيسه حبت انها تحط لنا عبارات محدده للايمان. لكن كان في صيغ طوال عصور اللي سبقت قانون الايمان مجمع نقيا، كان في صيغ لقوانين ايمان مختصره لكن كلها كانت بتردد نفس العبارات. لكن الفكره كلها ايمان الكنيسه ايه؟ ان احنا عندنا اله واحد مثلث الاقانيم. طيب هو يعني ايه اله واحد؟ لو سالنا اي حد هو الله واحد في ايه؟ يقول لك الله واحد في جوهره. طب ومثلث في ايه؟ مثلث الاقانيم، مش كده؟ مش ده كل حد هنا مختلف على ده؟ كلنا بنؤمن بان الله واحد في ايه؟ جوهره ومثلث الايه؟ طيب سؤال بقى، ما هو الجوهر وما هو الاقنوم؟ نشرح بقى، يلا. ما هو الجوهر وما هو الاقنوم؟ لا انت ممكن كنت معايا. الجوهر هو الطبيعه. يلا يا جماعه نتشجع عشان الوقت ده، احنا لسه قدامنا بدري، مش هناخد بريك فاحنا هنكمل على طول. المحاضره المفروض تكون بينها بريك في النص، بس فينا من كده عشان ما ناخركوش. ايه هو الجوهر؟ طيب نتكلم بالراحه. الجوهر هو كل ما هو عام. قولوا معايا، ما هو الجوهر؟ بصوا احنا دلوقتي في اجتماع ايه؟ الخدام. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ناخد كورس متخصص. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنرتفع لمستوى اعلى من المستوى بقى العادي. احنا في حاجات عاديه كده كنا واقفين عندها، لا عايزين نضيف بقى معرفه جديده. وانتوا كلكم خدام وحافظين المواضيع دي، احنا بنضيف اضافات جديده، مش جديده، بنوسع دايره المعرفه بتاعتنا ونشوف الاباء قالوا لنا ايه ونغوص في الاعماق شويه. مش بناخد حاجه جديده،
ناخد ما هو اعمق في المعرفه. ايه هو بقى الجوهر؟ هو كل ما هو عام. يعني ايه كل ما هو عام؟ طب يبقى الاقنوم هو ايه؟ يبقى هو الاقنوم هو ايه؟ بالمنطق كده يبقى الاقنوم هو كل ما هو خاص. سهله ولا صعبه؟ قولوها معايا، سهله ولا صعبه؟ طيب فهمنا ايه من ده؟ ولا حاجه. فهمنا ايه؟ ها؟ يعني ايه كل ما هو عام وكل ما هو خاص؟ قبل ما اشرح لك هديك مثل. قبل ما انزل، قبل ما اقول لك يعني ايه كل ما هو عام وكل ما هو خاص، هديكم مثل يوضح لكم النقطه دي. انتوا بس مركزين؟ حد تايه؟ حد الكلام بالنسبه له صعب؟ يعني انا بشرح بمنتهى البساطه عشان كلنا نبقى فاهمين. بس لو سمحتوا يعني ايه، ما تتكلموش مع اللي جنبكم، ما تنشغلوش بحاجه، يعني ما تقعدش تسال اللي جنبك حاجه كده توقع منك تركه تلاقي نفسك اتلخبطت. خلينا نتفق الاول. اسالكم سؤال: ما هو الجوهر وما هو الاكنوم؟ جاوبوا عليا. هو انتم مش بتقولوا ليه؟ ما قدامكم على الشاشه. هو انا بسال سؤال، اقروا اللي على الشاشه. ما هو الجوهر وما هو الاكنوم؟ كل ما، يعني ايه كل ما هو عام؟ هقول لكم. لو دلوقتي انكل فيليب طلع يبص من الشباك اللي هناك ده، خدوا بالكم احنا ما بنخترعش، مش صح ان احنا نتكلم عن امثال ونجيب حاجات من ذهننا، وما صحش واحنا بنتكلم عن الاقانيم وكده نجيب امثله من دماغنا يعني. لكن هو اشبه اجمل مثل لفكره الثالوث الانسان اللي خلق على صوره الله ومثاله. لان كل الامثله اللي بعد كده يعني شويه تضعف المعنى. طبعا بنستخدم الامثله اللي استخدموها الاباء مش اكتر. لكن اوضح مثل يوضح الثالوث هو مين؟ هو الانسان اللي مخلوق على صوره الله ومثاله. لكن انا هشرح لك يعني ايه الانسان دي عشان تبقى فاهم. لو طلعنا بصينا من الشباك ده وفي واحد بيجري في الشارع، وسالت يا انكل فيليب انت شفت ايه؟ هيقول لي في بني ادم، مش كده؟ في بني ادم مش جري. طب لو انا سالتك، او لو سالته ومين قال لك انه بني ادم؟ هتقول لي ايه؟ شكله، هيئته، مش كده؟ يا ابونا بني ادم ده كان ليه رجلين وليه دراعين وراس. ما هو يمكن يا ابني مثلا حيوان معدي ولا حاجه. لا لا لا، ده هيئه انسان، مش كده؟ ليه؟ لان كلنا كبشر، كلنا اللي موجودين هنا عندنا خصائص محدده للبني ادم، مش كده ولا ايه؟ عنده رجلين، مش كده؟ عنده جسم مستقيم، ده الشكل اللي احنا عليه كبني ادم، مش كده ولا ايه؟ فاحنا بنسمي ده الشكل ده او الكيان ده او الهيئه دي بنسميها ايه؟ الحاجات العامه اللي عندنا موجودين احنا كلنا، كل البشر. كل البشر عندنا ايه؟ عندنا الراس وعندنا الجسد، مش كده؟ وعندنا الرجلين وبنتحرك. دي خصائص الانسان، مش كده؟ لو حاطين خيال مآتة تحت مش هيتحرك، مش هيجري، مش كده ولا ايه؟ الا لو حد شايله بيجري بيه، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون يبدو انه شبه الانسان لكن هو مش ما فيهوش بقيه خصائص اللي تخصص الانسان. طب ده انا سالته انكل فيليب ده مين؟ قال لي لا ده بني ادم، مش كده؟ جوهره انسان. طب لو انا طلعت بقى قلت له طب لو وريت لك صورته تعرفه؟ قمت مطلع كده قلت له هو ده؟ دي صورته؟ قال لي ايوه هو ده. قلت له ده انكل فيليب، ده انكل هاني ولا انكل اشرف. ايه رايكم؟ ايه اللي حصل هنا؟ الاولاني كنا بنتكلم عن ايه؟ عن طبيعه، عن حاجه عامه فينا كلنا. لكن بعد شويه اتكلمنا عن ايه؟ عن شخص. لذلك يقول لك ايه؟ الشخص هو ايه؟ الشخص الطبيعه لما تتصور يعني تبقى ليها هيئه كده، يبقى ده الشخص. نعرف من ده الشخص. اوري لك صوره انكل هاني واوريك صوره انكل مسعد. ده انكل مسعد. ما يمكن هو ده انكل هاني. لا لا لا، ده انكل مسعد، ده عارفه كويس. الله، ما الاثنين ليهم حاجه واحده اسمها ايه؟ الطبيعه البشريه. عشان كده الطبيعه دي كل ما هو عام ايه؟ كل ما هو عام يقول لك ده الجوهر، الأسية، او هو الايه؟ هو كل ما هو عام. ايه اللي يميزك انت كانسان؟ ايه اللي يميزنا كانسان؟ ها؟ قولوا اي حاجه يا جماعه.
ملامحنا، جسدنا، فينا حركه، فينا عقل، فينا نطق، مش دي كلها؟ لما اقول لك ده فلان في شخص، في واحد بينطق وبيتكلم، هتقول لي ده بني ادم. لو حطيت اتنين سوري يعني، حتى لو حطيتهم في قفص، حطيت انسان في قفص وحيوان في قفص، تقول لا ده انسان وده حيوان، مش طائر. كلنا عندنا طبيعه اسمها الطبيعه البشريه، لكن لما بنتصور كده، لما بنوضح في شخص بعينه، زي ما يقول لك ايه، نسال مين منكم يحمل الطبيعه البشريه؟ كلنا. طب مين منكم اسمه انكل اشرف؟ لا، واحد. لما نقول انكل اشرف امين الخدمه، ده واحد. مين منكم ابونا فانوس؟ ده واحد. كلنا بني ادمين، لكن واحد بس اللي عندنا اسمه ابونا فانوس، مش كده ولا ايه؟ صح ولا انتوا مش معايا؟ ده ما هو عام وما هو خاص. ده انا بوضح لك، بس استنى اوعى تفتكر ان احنا خلصنا على كده الحته دي. استنى. الجوهر الالهي يشير الى ايه؟ الى طبيعه الله. الله طبيعته، كيانه الالهي، مش كده؟ طب هو الله في طبيعته غير طبيعه البشر؟ ولا لا؟ اكيد. طبيعه ربنا مختلفه عن طبيعتنا. طب مختلفه عن طبيعه الملائكه؟ طب ليها صفات محدده لا في الطبيعه دي بينفرد بيها. احنا بنقول له ان الله واحد. يعني واحد يعني ايه؟ على فكره مش واحد يعني يقبل الوحدانيه في الله، مش معناه انه واحد واثنين وثلاثه، لا، ما فيش زيه. برافو عليك. الله اللي ليس له مثيل. وحدانيه في الله يعني معناه انه الذي ليس له مثيل. طب طبيعه ربنا هي ايه؟ تعالوا نحط لها بعض خصائص او بعض مواصفات او بعض صفات، مش كده؟ زي ايه؟ الله غير محدود. ادي اول نقطه. كويس. يعني ايه غير محدود؟ يعني ايه غير محدود؟ انا مش عايز حد يقعد ورا قوي كده مستخبي. تعالوا بقى، تعالوا قدام انت مرسى واللي جنبك، تعالوا قدام. عايزه ابقى شايف كل اللي مستخبي ده مستخبي. عايزه ابقى مستوعب انت مستوعب ولا لا. احنا مش جايين نضيع وقت، ومش عايزين نجيبكم، عايزينكم تيجوا تخرجوا من الموضوع مستفيدين، فاهمين يعني ايه عقيده ثالوث. عشان في نقط دفاعيه خطيره جدا جدا احنا بنغلط فيها في تعليمنا، بتخلي عيالنا يتلخبطوا، ما بنبقاش فاهمين العقيده كويس. بنجاوب وبنرد على عيالنا باسئله باجابات تعمل للعيال بلبله اكتر ما هم مستفيدين. نتيجه ايه؟ ان خادم رد ضحل يعني، سوري، او فهمه المحدود. ايه خصائص او صفات الجوهر الالهي؟ يلا قولوا معايا. غير محدود. ايه كمان؟ ازلي. طب لو قلنا ابدي بس وسكتنا، دي طب هو ممكن يشاركوا فيها البني ادم؟ ممكن. ما البني ادم ابدي، الخلود. لكن لو قلنا سرمدي، ازلي ابدي، بس ما ينفعش. مفيش حد سرمدي غير الله. طب ايه كمان؟ اسمعوا دي، يقول لك الله روح بسيط. الله ايه؟ روح بسيط. الله روح، والذين يسجدون له فبروح الحق ينبغي ان يسجدوا. طب الله روح وبسيط يعني ايه؟ بسيط يعني متواضع؟ لا، بسيط يعني لا يقبل لا التقسيم ولا التركيب ولا التجزئه. يقول لك ايه؟ اصل اله المسيحيين انتوا تقصدوا ان الله مركب من ثلاثه؟ نقول له سوري، السؤال بتاعك غلط، لان الله روح بسيط لا يقبل التركيب. يعني مقسمين اللاهوت على ثلاثه لا يقبل التقسيم، كل واحد واخد جزء لا يقبل التجزئه. انتوا فاهمين القصه؟ عشان تبقى. طيب الله خالق، دي من صفات الله ولا مش من صفات؟ لما نقف قدام حد خالق يبقى ده مين؟ يبقى ده الله. ما فيهاش بديل. ليه؟ لان الله لا يمنح صفاته الذاتيه لاي حاجه. في صفات اسمها ايه يا اولادي؟ في صفات نسبيه. يعني ايه نسبيه؟ القداسه نسبيه. ربنا عايز الانسان يتميز فراح اداله جزء من القداسه. الطهاره نسبيه، الغفران في جزء نسبي، كل دي. لكن مثلا اقول لك فاحص الكلى والقلوب، مين اللي يعرف بقى الغيب والحاضر والماضي والمستقبل؟ واحد بس هو الله. انتوا فاهمين؟
فدي كل دي فين؟ في طبيعة الله أو كيانه الإيه؟ الإلهي. طب والأقنوم بقى اللي هو كل ما خاص ده، يعني إيه بقى الأقنوم؟ بص بقى، أشيل دي عشان إيه؟ خليها بيضة كده. لما قلت لك عبارة، قلت لك الجوهر هو كل ما هو عين، والأقنوم هو كل ما هو خاص. الطبيعة لما تتصور أو لما تتشق يبقى ده شخص، خلاص؟ طب الأقنوم هو إيه؟ الأقنوم هو شخص في الثالوث. قولوها معايا كده، ما هو الأقنوم؟ لا ما سمعتكوش. ما هو الأقنوم؟ شخص. شخص. طب هو في، استنى بس يا أنكل، هو في مقومات للشخصية؟ احنا عندنا طبيعة لكن بعد شوية بتبقى شخص. امتى تبقى شخص؟ عايزك تفهم، انا مش عايز اقول لك كلام، انا عايزك انت تستوعب. انتوا معايا يا ولادي؟ حد تاني عايز حد كده بقى يقول لي امتى الطبيعة تبقى شخص؟ انا قلت لك الطبيعة تتصور، يعني ايه تتصور؟ لها ها لا مش جسم مرئي ملموس. لما يكون لها ما يؤكد شخصيتها. ايه اللي بيأكد الشخصية؟ لها من الأفعال والصفات ما يؤكد شخصيتها. يعني ايه؟ لما حضرتك ليك الطبيعة الإلهية، ليك الطبيعة البشرية، لكن حضرتك لسه مالكش جنين لسه ما اتولدش من أمه، لسه ما بقاش شخص. هو في حدود جوه كده، هو لسه بيتكون، لسه ما بقاش شخصية. لما نزل كده ابتدى يبقى شخصية. ليه؟ ايه عبر عن شخصيته ده؟ واحد بقى يتكلم فنقول له ايوه كده عبر عن نفسك. مش كده؟ فالطفل اول ما ينزل من بطن امه يعمل ايه؟ يصرخ. واتيفر يعني السبب ايه، لكن هو عمل ايه لما صرخ؟ لما صرخ ما بقتش حضرتك اللي بتصرخ ولا مامته اللي بتصرخ ولا الدكتور اللي بيصرخ. مين اللي بيصرخ ده؟ قالوا ده الطفل اللي اتولد دلوقتي. فبقى ليه من الافعال ما ينم عن ايه؟ عن شخصيته. انا موجود. فاحنا حتى نهزر نقول ده بيعلن بس وجوده، عايز يقول لنا انه موجود. فبيصرخ وبيعمل ايه؟ بيصرخ ويسمع، وبعد كده يبقى محتاج ياكل، ومش بس كده، وبعد شويه لما يتكلم يبدا يتكلم ويعبر عن نفسه، فيرى ويسمع ويتكلم. دي كلها افعال تؤكد الايه؟ الشخصيه. طب هما الاقانيم فيهم كده؟ ده أقنوم الآب بيتكلم، وأقنوم الآب بيرى، وأقنوم الآب بيسمع، وأقنوم الآب ليه أفعال. طب تعالى نمسك أقنوم الابن، نفس الوضع، يرى ويسمع ويتكلم وعنده أفعال. طب وأقنوم الروح القدس يرى ويسمع ويتكلم وعنده أفعال تؤكد شخصيته. إذا الأقنوم هو شخص في الثالوث. طب لما هو شخص، ليه إحنا في الكنيسة ما بنقولش عليه شخص وبنسميه أقنوم؟ ليه؟ أنا سايبها بيضة أهو عشان عايز حضرتك تشتغل بدماغك. أنتوا اتفقتوا معايا ووافقتوني إن الأقنوم هو شخص. كويس؟ شخص ليه مقومات الشخصية. طيب ليه إحنا ما بنقولش على الأقنوم شخص وبنستخدم بداله كلمة أقنوم؟ يقول لك أصل إحنا لغتنا المحدودة تعرف تعبير شخص ده إنه إيه؟ إنه شخص مستقل. لكن الحقيقة إحنا بننسب للأقنوم كلمة شخص، لكن عشان نفهمها، برافو عليكي، لكنه شخص بغير انفصال. إيه هو الأقنوم؟ يقول لك إيه بقى؟ اقرأ بقى معايا. هو شخص لكن إيه معناه؟ ما يتميز بدون انفصال. كلمة أقنوم يعني ما يتميز عن سواه بدون انفصال.
يعني هو شخص. طب والشخصية بتتميز، الشخصية ليها مميزات، بتتكلم وبتسمع وترى زي ما اتفقنا. لكن ايه الفرق بين شخصية الأقنوم وشخصياتنا احنا؟ ان احنا شخصيات منفصلة. طب والأقنوم لا، ده شخص في الثالوث لكنه بدون انفصال، يتميز لكن لأنه كائن حي قدير وليس صفة. لو قلنا ان الأقنوم صفة، يعني هي الصفة لها ما يدل على كينونتها تؤكد ملهاش ولا زي الصفة. طب وبعدين لو قلنا صفة، طب اشمعنى احنا اخترنا 3 صفات يعني؟ ما يقول لك لا لا، اصل دي صفات ذاتية في الله ومعناها ما يقوم عليه الكيان الإلهي، ونجيب بقى ترابيزة ونقعد نشيل رجلين ونقول لو شلنا الرجل دي الترابيزة. عايزين نقرب المعنى، لكن مش ده. الأقنوم كائن حي قدير. طب هل الأقنوم له كل صفات الألوهية؟ ليه بقى خالق؟ طب ليه الخصائص الذاتية؟ يعني خالق وغير محدود. الابن ليه كل ما للاهوت. هندخل في ده بعد شوية. بصوا بقى عشان افهمكم دي. بصوا بقى، الأقنوم هو شخص ما يتميز بدون انفصال، كائن حي قدير وليس صفة. أما بيه من تنيح بيشرح لنا لماذا نستخدم كلمة أقنوم. قال بصوا بقى، بصوا العبارة دي. قال الكنيسة لم تترجم كلمة أقنوم. ليه الكنيسة ما ترجمتش كلمة أقنوم وتستخدمها كما هي رغم إنها كلمة سريانية؟ لأن في اللغة العربية لا توجد كلمة تعطي المعنى الصحيح فترجمتها شخص ولكن بدون ذات منفصلة عن غيرها، مثل معنى كلمة شخص في اللغة العربية. عشان كده في حوار واحد اللي طلع مع أبونا مكاري، هو مصمم يقول له إيه؟ الأقنوم شخص. عايز يقول له أيوه، ويقول له الآباء استخدموا التعبير ده. هم الآباء استخدموه؟ أيوه استخدموا ده، بس الآباء استخدموا التعبير ده. راح أبونا مكاري بمنتهى البركة والنعمة اللي ربنا اداها له رد عليه، قال له إيه؟ أصل مفهوم اللغة كلمة شخص في العربي غيرها في اللغة اليوناني وفي اللغة اللي بتستخدمها الكنيسة. الكنيسة خدت كلمة أقنوم زي ما هي لأنها ما لقتش كلمة ننفع نوضح بيها معنى الأقنوم غيرها. ما لقناش حاجة تعبر عن الشخص اللي بدون انفصال يتميز عن سواه بدون انفصال إلا الكلمة دي. لكن كلمة أقنوم خدناها زي ما هي لأنها معبرة تماما. فإيه هو الأقنوم؟ قولوا معايا بقى، هو شخص لكن متميز بدون انفصال. قولوا معايا بقى، الأقنوم هو إيه؟ شخص متميز بدون انفصال. فهمتوا بقى؟ فرقت فرق كبير جدا جدا. عشان كده الأنبا بيمن قال إحنا بنستخدم الكلمة دي. كل أقنوم بيسمع بيتكلم. طب إيه رأيكم؟ بيحب، مش كده؟ الأب يحب الابن ودفع كل شيء من يديه. إذا الأب بيحب طب والابن بيحب مش دي كلها مقومات الشخصية؟ عشان كده الأقنوم هو كائن حي قدير. بصوا الكلمة اللي جاية دي تلخبطكم شوية. الأقنوم هو الجوهر الإلهي. لو حطينا نقطة هنا تبقى الجزء ده غلط، لكن نقراها على بعض. أحد الآباء كتبها، أنا بس حبيت أوضح لكم إنه لو قلنا هو الجوهر الإلهي كده وسكتنا غلط، تبقى الكلمة غلط. لكن هو إيه؟ هو الجوهر الإلهي الغير معلوم. الجوهر الإلهي إحنا مش بنشوفه، مش بندركه إلا لما يستعلن لنا من خلال الثلاث أقانيم. الطبيعة الإلهية، شوفوا الله موجود في كل مكان، بس إحنا الله موجود هنا في الكنيسة، موجود بره. طب هل إحنا شايفين؟ الله استعلن لنا من خلال الإيه؟ الثالوث. سمعنا صوت الآب وإيه؟ وشوفنا الابن وحل علينا الروح القدس. عشان كده استعلن. بصوا بقى، لما تتعبوا قولوا لي. القديس كيرلس الكبير يقول ايه؟ اقروا معايا. ان هناك استحاله لمعرفه جوهر الثالوث البسيط والغير مخلوق من الانسان، لان ذهن الانسان يوصف بالسطحيه. ما نقدرش نعرف جوهر ربنا.
الكتب المقدسة تقول الكثير عن أقنوم الآب وأقنوم الابن، إلا إن اختلاف الأسماء لا يجعل تحديد الجوهر يختلف. عندنا جوهر إيه؟ جوهر واحد. ده كتاب على فكرة كنوز في الثالوث، ده كتاب قيم أوي، يا ريت تقرأه. التعريف الثاني، احنا خدنا أول تعريف كان إيه؟ الجوهر والأقنوم. ده التعريف الثاني اسمه إيه؟ تمايز الأقانيم. يعني إيه تمايز؟ أنا عايز أسألكم سؤال قبل ما نشرح دي. أشيلها؟ تمايز الأقانيم. هو الآب والابن والروح القدس بيتميزوا، تعتقدوا بيتميزوا عن بعض في إيه؟ والتميز غير الاختلاف. بص، أنا كنت بسأل وكنت حاسس إن حد هيقول أنت اسمك إيه؟ جرجس. جرجس شاطر، حلو خالص، بس أنا عايزك تفهم حاجة. بصوا حبايب، أول ما نبدأ نتكلم عن الثالوث يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ العلاقة الأزلية اللي بين الآب والابن والروح القدس. ما تجيبش سيرة التجسد في حاجة عشان ما تتلخبطش، لحسن تكون فاكر ان الابن بقى ابن لما اتجسد واتولد من العذراء فبقى اسمه الابن. ماشي؟ دي أول حاجة. أنا لما بقول لك تمايز، هل تعتقد ان في تمايز مثلا من جهة العمل؟ أنا بسأل، يلا ردوا عليا. هو في ناس، هو الموضوع صعب، في ناس صعب عليها. هل تعتقد انه من جهة العمل؟ يعني في حاجات بيعملها الآب وفي حاجات يعملها الابن وفي حاجات يعملها الروح القدس؟ لا طبعا كلهم مع بعض واحد فيهم متميز. يعني هل نقدر نميزهم في العمل؟ هل نقدر نميزهم في القدرات؟ طيب بصوا، ولا العمل ولا القدرات ولا، بصوا اسمعوا، الآباء يقولوا لنا ايه؟ اسمع، خليكم معايا ارجوكم، خليكم معايا ارجوكم. هتسرح لحظة، تنشغل بحاجة، هتقع منك حتة مش تفهم اللي بعدها. كل ما هو للآب هو للابن هو للروح القدس. الآباء بيعلمونا كده. كل ما هو للآب، أيوه، الآب في حياة في ذاته، أيوه، والابن في حياة في ذاته، أيوه. طب والروح القدس في حياة في ذاته، أيوه. طب الآب خالق، أيوه، والابن خالق، والروح القدس خالق، أيوه. طب الآب روح بسيط، والابن روح بسيط، والروح القدس روح بسيط. طيب الآب فاحص الكلى والقلوب، الابن ما عندوش دي؟ عنده. طب الروح القدس؟ يبقى الآب كل ما هو للآب هو للابن هو للروح القدس. ويكملوا الآباء يقول إيه؟ كل، عشان الفعل، كل ما يفعله الآب يفعله بالابن والروح القدس. يعني إيه؟ مين اللي خلق؟ طب ما هو الكتاب قال إن كل شيء به كان، وكان بيتكلم عن الابن، يبقى الابن هو اللي خالق. ايه رأيكم؟ لا، هو الابن هو اللي الكتاب قالها صراحة، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند، وكان الكلمة الله، كل شيء به كان وبغير لم يكن شيء مما كان. ده معناه ان الابن بس هو اللي خلق؟ لا، معناه ان كل ما يفعله الاب بالابن بالروح القدس. يبقى الخلق عمل مين؟ عمل الثالوث. فكرش، الخلق هو عمل الثالوث. كل عمل، الفداء عمل مين؟ عمل الثالوث. خلاص عمل مين؟ عمل الثالوث. كله عمل ثالوثي. اوعى تقول ده ينسب ليه حاجه وده ما تنسبش لحاجه. طيب ما هو اصل الاقانيم يقول لك ايه؟ الاقانيم ليهم جوهر واحد، ويبقى ليهم كل معناه كده ان كل الاقانيم، الثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس، اسمها العباره دي، لهم نفس الصفات
والكمالات التي للجوهر الإلهي، وده اللي احنا قلناه من شوية. فمثلا الأب موجود وناطق وحي، مش كده ولا ايه؟ والابن موجود وناطق وحي، والروح القدس موجود وناطق وحي. ايه اللي يوضح ايه الفرق بقى؟ يعني ايه التميز بقى؟ قديس اثناسيوس الرسول يقول لك ايه؟ ادي التميز. ايه اللي يخلي، ايه الحاجه اللي بيتميز بيها الاب عن الابن عن الروح القدس؟ يقول لك ايه الحاجه اللي بيتميز بيها ده؟ العمل الاقنومي الخاص داخل العلاقه الثالوثيه. اقولها لك تاني، العمل الاقنومي الخاص داخل العلاقه الثالوثيه، اللي هي ايه؟ علاقه الاب بالابن بالروح القدس. الاب هو ايه؟ بص، الاب والد، وهذه هي خاصيه قوامه التي لا يتحول عنها. عشان كده لما اجي اسالك سؤال بقى واقول لك ايه التمايز بين الاقانيم؟ ما معنى كلمه التمايز؟ معنى التمايز يعني اللي بيتميز عن الابن عن الروح القدس بحاجه اسمها الخاصيه الاقنوميه، اللي هي ايه؟ علاقه الاب بالابن بالروح القدس داخل الثالوث. ايه العلاقه دي؟ الاب والد، ودي خاصيه قوامه التي لا يتحول عنها ابدا. الابن مولود، وهذه خاصيه قوامه التي لا يتحول عنها ابدا. الروح القدس منبثق، وهذه خاصيه قوامه التي لا يتحول عنها ابدا. وان التثليث بلا فرقه يجمعه جوهر واحد هو اللاهوت. يبقى ايه اللي بيتميز بيه الاب؟ انه اب وليس ايه؟ وليس ابن. يعني ايه؟ يقول لك اصل كلمه الاب يعني الاصل، يعني المصدر، الاصل. يقول لك العله الاولى التي اوجدت جميع المعلولات. الاب يعني الاصل. طب والابن اصل؟ لا، يقول لك لا، الابن مولود من الاب. دي بقى جوه العلاقه. طب ايه خاصيه قوامه الولاده؟ انه ابن. فالاب هو اب واب لمين؟ للابن، وباثق للروح القدس. طب والابن مولود من الاب قبل كل الدهور. دي خاصيه قوامه. فده الاب يتميز بايه؟ بانه اب للابن، والابن ابن لمين؟ ابن للاب، والروح القدس منبثق منه. طبعا كل التعبيرات دي ربنا استخدمها عشان احنا نفهم العلاقه بين الاب والابن والروح القدس، مش كده؟ دي لينا، وربنا عايز يسهل لنا نفهم العلاقه، زي العلاقه بين الابن وابوه. بس طبعا العلاقه بين الابن وابوه هي ايه؟ الابن دي نفس الطبيعه، مش كده؟ لكن العلاقه بين الابن وابوه هي علاقه منفصله، ده شخص وده شخص، لكن دول ايه؟ متصلين ومش منفصلين. طب ده يوضح لنا ايه؟ انتوا معايا ولا تعبتوا؟ من اللي فات ده يتضح لنا الآتي. اسمعوا يا شباب، يلا. كل أقنوم ليس صفة في الله بل شخص، لكن الأقانيم ليسوا ثلاثة أشخاص منفصلين، لأن الأقنوم هو شخص بدون انفصال، أو ما يتميز عن سواه بدون انفصال. أدي أول حاجة. اوعى تقول بقى الأقنوم صفة، نقعد نقول أصل الأقنوم صفة، أصل صفة مش عارف إيه وإيه. عبارة صفة دي استخدمناها في قرون متأخرة، وفي حوار بين ناس اسمهم المعتزلة غير مسيحيين، وحصل حوار طلعوا علم اسمه علم الكلام، وبعدين واحد من الآباء جه حب يتفاوض معاهم، هم ناس اعتزلوا قالوا لا، ال 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 الله ملوش هيئة، وناس قالوا لا ليه هيئة، ودول وننسب له صفات ولا ما ننسبلوش. اعتزلوا عن بعضهم، سموا نفسهم كده وعملوا علم اسمه علم الكلام. جه واحد من الآباء عايز يوصل لهم المعنى، قال لهم انتوا مش بتقولوا ان الله فيه صفات؟ قالوا له اه. قال لهم طب اهو احنا بنقول الاقنوم صفه. وكان دي ايه؟ حوار مشترك عايز يوضح لهم، بس ياخد من عندهم حاجه ويبني عليها يعني. ها؟ عارفين بولس الرسول لما دخل مدينه وقال لهم انتوا بتنادوا بالاله المجهول؟ قالوا له ايوه. قال لهم انا جاي اكلمكم عن الاله المجهول، يعني انت بتدور على ارضيه مشتركه مع ناس، لكن دي مش عقيدتنا. انت بتدور على ارضيه مشتركه. هل المذبح اللي كان مكتوب عليه الاله المجهول ده كان مذبح المسيح؟ لا، ده كان مذبح وثني، لكن بولس الرسول اخذه كمدخل عشان يبشرهم بيه بالمسيح. ماشي. نمرة 2، كل اقنوم ليس له اراده منفصله وليس له عمل منفصل، لكن الثلاثه هم الاله الواحد. وبقى حضرتك تقول لي اصل
الاقنوم ده ليه اعمال، الاب يعمل كذا والابن كذا، واصل الاب خالق والابن لا. ارجوك خد بالك التعليقات دي غلط. النقطه اللي بعدها، الثالوث متساوي ومتطابق، كل اقنوم له صفات الله وكمالاته. يعني ايه كمالاته؟ بصوا، الله كامل كمال مطلق في كل ما ينسب اليه، في افعاله وصفاته كل حاجه. يعني مثلا الله عليم، علم الله ده قد ايه؟ كامل كمال مطلق. الله فحص القلى والقلوب، قد ايه دي؟ الله غير متغير. الله غير متغير دي يعني ايه؟ يعني انه كامل. اوعى تفتكر ان يعني مثلا، ودي حاجه من الحاجات المهمه اللي خدها القديس اثناسيوس الرسولي في دفاعه عن الوهيه الابن في ضد اريوس. قال له الاب، اريوس قال ان الاب موجود وبعد كده خلق الابن بعديه بفترات، بقى اله برضه بس مش بنفس درجه الابن، مش بنفس درجه الاب. فراح قديس اثناسيوس قال له طيب لو مشينا بمبدأك ده، لما الاب كان اب، كان اب لمين؟ يبقى ما كانش اب. يبقى الاب كان قبل وجود الابن ما كانش اب، امال ايه؟ دخل عليه حاجه بعد كده غيرته فبقى الاب. فكان الاول ما اسموش الاب، ولما الاب جه الابن جه بقى اسمه الاب. فقال له لو كان ابا فهو ابا لمين؟ لازم يكون الابن. وقال له ان الاب منذ الازل ابا لانه ابا للابن، والابن ابنا لانه مولود من الايه؟ مولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله ايه؟ حق. كل اقنوم هو شخص، بس اوعى تقول شخص وتسكت. هو شخص ايه؟ في الثالوث صحيح، ها؟ بس شخص بدون ايه؟ بدون واوعى تحط في دماغك الشخصيه اللي هي شخص البني في اللغه العربيه. ليه؟ لانه يتكلم ويسمع ويرى ويحيي، وليه حاجات تدل على شخصيته وكينونته. قديس كيرلس يقول حتى وإن أظهرنا إننا ننسب لكل أقنوم على حدة عملا مما يحدث لنا أو للخليقة، زي عبارة اللي أنا قلت لهم كل شيء به كان، ولكن علينا أن نؤمن أن كل شيء هو من الآب خلال الابن في الروح القدس. ممكن الكتاب المقدس قال لك إيه؟ إن الابن الابن هو الايه؟ كل شيء به كان، لكن ده مش معناه ان الاب ما كانش بيخلق فنقول اصله. او لما الكتاب يقول قد اعطي الدينونه للابن، ده معناه ان الاب فقد الصفه دي ما بقاش ديان؟ لا، الاب لان كل ما يعمله الاب يعمله بالابن في الايه؟ في الروح القدس. فهمتوا احباء؟ تعريف اخر مهم جدا، قربنا نخلص على فكره. التعريف ده اسمه ايه؟ احنا المفروض كنا ناخد بريك، انا مش عايز اخد بريك عشان ما تاخروش، فاحنا خلاص بقينا 5 دقايق ولا 10 دقايق، فانا عارف المحاضره طولت شويه. المره الجايه ممكن نبقى ناخد بريك في النص شويه. الاحتواء المتبادل ده مهم جدا. ده ياكد لك ايه؟ العباره اللي انا كنت بقولها لك من لحظات، كل ما هو للاب هو للابن في الروح القدس. ايه الاحتواء المتبادل؟ اول من تكلم عنها القديس غرغوريوس النازيانسي. طب القديس غرغوريوس النازيانسي ده جابها منين؟ ربنا يسوع المسيح قال عباره مهمه جدا. قال ايه؟ قال انا في الاب والاب فيا. فالكنيسه فهمت دي. فهمت ايه؟ ان كل اقنوم يحب الاقنومين الاخرين ويعطيها كل ذاته. القديس غرغوريوس بيقول كده، كل اقنوم يحب الاقنومين الاخرين ويعطيها كل ذاته، ومتواجد بالكامل داخل كل اقنوم. هو واخد جزء، احنا اتفقنا انه ايه؟ الله لا يقبل التقسيم ولا التركيب ولا التجزئه، متواجد تواجد كامل، فلا ينفصل ابدا عن اي اقنوم من الايه؟ الاخرين. طب يعني ايه الاحتواء المتبادل؟ نكمل تاني. الاحتواء المتبادل يقول لك القديس يعني معناه، هقرا لكم دي بعد كده اكمل لكم دي. يقول الاب موجود في الابن وفي الروح القدس.
والابن موجود في الآب وفي الروح القدس، والروح القدس موجود في الآب وفي الابن إيه؟ أيضا. يبقى كل أكنوم موجود بالكامل في الآخر. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الإيه؟ الآب. قديس أثناسيوس الرسول يقول إيه؟ لأن الإيمان الرسولي ليس على هذا النحو، ولا يمكن لأي مسيحي أن يحتمل هذا أبدا. إيه بقى ده؟ لأن الثالوث القدوس المبارك هو غير منقسم، بل هو متحد في ذاته. وعندما يسمى اقروا العبارة دي معايا، اقروها معايا لو سمحتوا من على الشاشة، اقروها معايا، اقروها معايا بصوت. وعندما يسمى الآب فهو يتضمن أيضا كلمته والروح الذي في الابن. وعندما يسمى الابن يكون الآب في الابن، ولا يكون الروح خارجا عن الكلمة، لأن النعمة التي من الآب هي واحدة، وهي تتم بالابن في الروح القدس، وهناك ألوهية واحدة وإله واحد. يجي واحد بقى بعد الكلام ده يقول لك إيه؟ أنتوا عندكم 3 آلهة، عندنا مخبين عليك، خايفين منك، أو يقطع لنا سطرين من الموضوع. زي أنا قصدت إن أكتب كده، لأن الإيمان الرسولي ليس هكذا. وبيرد قديس أثناسيوس يوم قايل لك الإيمان الرسولي ليس هكذا، ونقف يقول لك الأنبا فلان قال كده. يعني زي ما مطلعين واحد مطلع قديس جيروم كان بيتكلم في دفاعه عن قديس ماري مرقس ضد واحد، فقديس جيروم بيقول الراجل ده بيتهم ماري مرقس يعني باتهامات كده، فقديس جيروم بيدافع عنه، فبيقول له انت بتقول كذا، راحوا قالوا قديس جيروم قال كذا عن ماري مرقس، اللي هي الإساءة بتاعت الراجل اللي يعني ده بيقول للراجل ده انت بتقول كده عن ماري مرقس وانا هرد عليك. يوم استقطع منتهى الكذب والتدليس، بمنتهى البساطة يعني كذب وتدليس وخلاص. الاحتواء المتبادل يخلينا نقول ايه؟ ربنا يسوع المسيح يقول من رآني أنا في الآب والآب. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر. تيجي تقول لي بقى طب في السماء هنشوف الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ 3 واحد. مين اللي معلن لينا؟ الابن. لكن في ايه؟ الآب في الروح القدس. زي ما حضرتك دلوقتي موجود قاعد نفس وجسد وروح، اللي معينينه احنا من حضرتك ايه؟ جسدك ده المعلن، لكن جواك روح وبنخاطبها، وجواك نفس وبنخاطبها، مش كده ولا ايه؟ ولو لقيناك متضايق شويه نقول لك مالك نفسيتك تعبانه كده ليه؟ ادركنا دوت من ايه؟ من خلال هيئتك الايه؟ الخارجيه. الاحتواء المتبادل يخلينا نفهم عباره عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ما قالش الابن اللي ظهر، مع ان الابن، لكن الاب والابن هم ايه؟ والروح القدس هم ايه؟ واحد. عشان كده الكنيسه احباء عملت حاجه جميله قوي. الكنيسه عملنا لنا في الشرقيه حاجه اسمها ايه؟ اسمها حضن الاب، وحط لنا فيه صوره مين؟ صوره الاب ولا الابن؟ صوره الابن. مش كده؟ ليه؟ لان من رآني فقد رأى الآب. الكنيسه بتقدم لك العقيده، لازم تبقى فاهم عقيده الكنيسه. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، نقطه مهمه جدا. يعني يا ابونا احنا فهمنا عقيده الثالوث، بس انا حطيت لك الموضوع في شكل عبارات كده محدده عشان تفهم العلاقه. عايزك تفهم بقى اللي جاي دي كويس. طب يعني هو احنا مش ممكن، انتوا معايا؟ مش ممكن يعني نكتفي بوحدانيه الله وخلاص، الله الذي نعبده جميعا وخلاص وخلصت على كده، باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا وحلو كده رضا يعني، وما نختلفش بقى. ها بص بقى يعلمونا ايه خطوره عدم معرفه الثالوث او عدم الايمان به. واحد، مين اللي اعلن لنا عن نفسه انه ثالوث؟ ده مش اوبشن، الكنيسه ما اخترعتش الموضوع ده. فانا اقول لك انت حر تحب تقبل ولا ما تقبل، لا، ده طالما ان التدبير الالهي اعلن لنا من هو وعرفنا بنفسه انه ثالوث، فلا ينفع ان اخفي هذا التدبير. يا حبيبي افهم هو ايه اللي حصل لآدم لما سقط؟ ايه اللي حصل؟ فقد معرفة الله الحقيقية، والمعرفة اللي كانت قايمة على ايه؟ على الشركة.
فربنا لما قال نعمل الانسان على صورتنا، ربنا ما كانش فيه في العهد القديم التعظيم والتفخيم اللي في صيغه العربي. فالجمع هنا واضحه جدا، مش كده؟ ادم كان فاهم ده وكان فاهم ربنا وعارف كويس انه ثالوث، لكن سقوط ادم خلى ايه؟ معرفه الله اللي قايمه على الاتحاد والعلاقه المباشره ضاعت. فبقى ايه؟ ادم مش عارف يعرف ربنا كويس. طب ربنا لما جالنا في تجسده جه عشان ايه؟ يقول عرفتهم اسمك. عرفتهم يعني ايه؟ مش قلت لهم كلمتين، مش دي المعرفه، انا عرفتهم المعرفه الحقيقيه عنك. يعرفوك ازاي انت الاله الحقيقي؟ يعرفوك ازاي؟ فعرفتهم معرفتك الحقيقيه. ايه المعرفه الحقيقيه؟ عرفنا انه ثالوث. عشان كده لا ينفع ان اخفي هذا التدبير. كل من يعترف فيه قدام الناس اعترف بيه قدام الناس. طب واللي ما يعترفش يقول لي ينكرني، انكره. الحقيقه واضحه. يقول لك طب ما خلينا بقى في الحاجات السهله وما نختلفش والناس ترضى عننا. طب وبعدين؟ نمره 2، قديس اثناسيوس يقول لك ايه؟ قديس كيرلس كمان يؤكدون ايه؟ كل عطيه وكل تدبير خلاصي هو من الاب في الابن بالروح القدس. عايز تاخد التدبير بتاع الخلاص، عايز اقول لكم على حاجه. ايه غايه تدبير الخلاص؟ ايه احنا لما نقصد تدبير الخلاص يعني نقصد بيه ايه؟ التجسد والفداء، مش كده؟ ايه غايه ربنا من الفداء ده والخلاص؟ نرجع لدرجتنا الاولى. يعني ايه؟ ربنا لما طرد ادم مش بس انفصل، ده قال ايه؟ لا يعود روحي يدين في الانسان. يعني ايه؟ روحي ما تبقاش جوه ادم، ما بقاش ينفع، لان هي شركه للنور مع الظلمه. طب وبعد التجسد وبعد الفداء الغايه ايه؟ ان احنا نوصل لعيد حلول الروح القدس. يبقى اما تعلمون انكم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. هي دي الغايه اللي نوصل لها تاني. متع بمفاهيم الخلاص. كل ده نعرفه بايه؟ من خلال الثالوث. لو انا ما وافقتش على فكره الثالوث، يبقى تدبير الثالوث انه يسكن فينا الروح القدس والابن اللي يفدينا والاب مسرته تبقى متوقفه متعطله. ما ينفعش، عمل الخلاص مش هيتم. النقطه اللي بعد كده، الثالوث يعرفنا محبه الله، بص، ويدخلنا داخل دائره الحب الالهي. اصل احنا بنعرف ان الاب بيحب الابن في الروح القدس، وبعدين ويتشارك معنا بنفس المبدأ. فشركتنا احنا ومحبتنا لبعض داخل هذه الدائرة. لو خرجت بقى، طب هسألكم سؤال. أنا قلتها للخدام اللي كنت معاهم الأسبوع اللي فات. كان دكتور موريس تودروس لما كان يدرس لنا في الإكراركية كان يقول لنا كده، يقول لك الوحدانية الجامعة اللي في المسيحية تحل مشكلة التوحيد المطلق. يعني ايه التوحيد المطلق؟ يعني يقول الله الصمد المصمد. يعني ايه مصمد؟ يعني اله واحد لا يقبل اي حاجه. طب سؤال، كان يكتب لنا بقى العباره دي. طب الله لما كان موجود كان بيحب مين؟ كان بيحب الخليقه. طب وقبل الخليقه كان بيحب مين؟ كان بيحب الملائكه. طب وقبل الملائكه بيحب مين؟ كانت معطله وبعد كده وجدت لما. لا احنا عندنا ايه؟ الاب لو قلنا بيحب نفسه، لا ده احنا قلنا فلان ده بيحب نفسه، يعني دي انانيه ما نقبلهاش. امال ايه؟ يقول لك الاب يحب الابن في الروح القدس، الابن يحب الاب في الروح القدس، الروح القدس. شوفوا، عشان كده بنقول دي شركه الثالوث اللي احنا على اساسها بنعيش في نفس الدائره. نمره 4، الثالوث يعلمنا الشركه فلا يعمل اقنوم وحده بانعزال عن باقي الاقانيم. احنا شفنا الشركه، وشركتنا نحن على ايه؟ على مثال الثالوث. مش كده نقول له اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. وربنا لما ارسل التلاميذ قال لهم لا روحوا 2 ما حدش يروح لوحده، واحد يقع والتاني يقيمه. ليه؟ اصل ده مثال على مثال خدمه الثالوث. قديس غريغوريوس النازيانزي يقول ايه؟ ان الثالوث فرحي. ايماننا بالثالوث مفرح. ليه؟ عرفنا ابوه الله، عرفنا حبه، عرفنا اهتمامه، عرفنا تجسده، عرفنا يخليك فرحان. تعرف ان ربنا، ان انت موضوع اهتمام ربنا ومحبته.
عقيدة الثالوث أعلنت لنا الابن الذي تجسد وعاش بينا ورأينا مجده وعيناه بعيوننا ولمسته أيدينا. لو ما كناش في الثالوث ما نفهمش يعني إيه والكلمة صار جسدا، ما نستوعبهاش، ما نعرفهاش. لا، وبرضو يعني يجي واحد ضح للتفكير يقول لك طب وهو يعني لما انتوا بتقولوا على المسيح ربنا في تجسده، طب ولما يعني كان بينام كان مين اللي بيدير الكون؟ واللي مش عارف لما وبعدين ولما دخل الحمام، ثقافات طبعا، فكر ضحك. وكأن الله الغير محدود احنا حدناه لما عقيدة الثالوث عرفتنا حقيقة الله. احنا عرفنا ربنا هو اللي عرفنا بنفسه يا احبائي. انا قلت لك اول كلمة ان الثالوث هو عقيدة الثالوث هي اعلان. الله عرفنا بنفسه، عرفنا عن الروح القدس الساكن فينا وقوته وعمله، وانه بيرشدنا ويعطينا استنارة ويفهمنا الايمان. عرفنا عمل الابن معانا وعرفنا عمل الروح القدس فينا. عشان كده كل ده عرفناه عن طريق عقيدة الثالوث. الروح القدس اللي فينا يشهد، الروح القدس اللي فينا يتكلم، الروح القدس اللي فينا يدينا قوته ويدينا استنارة. عشان كده لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بروح القدس. شوفوا كل اللي بيدعوا انهم بيدرسوا، اصل انا دارس المسيحيه ودارس، ادرس قد ما تدرس، لو الثالوث ما ادكش استناره مش ممكن تعرف ربنا. لا يستطيع احد ان يكون المسيح الرب الا بالروح القدس. ليه؟ الروح القدس يديك استناره وانت تقابل الاستناره دي بالايمان، وكل ما يكون عندك ايمان كل ما يديك استناره اكتر فتعرف ربنا اكتر. عشان كده لو قاعد قدام اتنين، واحد مثلا ملحد وعايز يوقف طريق الروح القدس، واحد منكم وانا بكلمه عن ده، اللي بكلم حضراتكم تبقوا مبتسمين وفرحانين لان الروح القدس يديكوا استناره، هو يبقى متعصب خالص كده. ليه؟ لانه شايف ان ده مش مقتنع بيه. قديس إيرينيوس اسقف ليون كلمنا عن حاجه اسمها لاهوت الانجماع، مش اكلمكم عليها بسرعه كده. يعني ايه؟ يقول لك المسيح جاء ليجمع الكل فيه. كل هدف الانجماع استجماع الكنيسه مره اخرى لتكون في الشركه الثالوثيه من جديد. ربنا عايز يجمع الكل، يكون الجميع واحدا. يجمعهم فين؟ في ايه؟ في الشركه الثالوثيه. هقرا لكم حاجه مش موجوده هنا في البرزنتيشن، بس اقراها لكم هنا من كتاب اسمه، عايزكم تاخدوا اسم الكتاب ده، اسمه عن الثالوث للقديس هيلاري اسقف فواتي. مرجع كبير كده هتلاقوه موجود في المكتبات الكبيره، اسمه عن الثالوث، قديس هيلاري اسقف فواتي. يقول ايه بقى في الكتاب ده؟ يقول الاب ان الوجود كله مدين في اصله ومنشأه للاب. بيعرفنا بقى يعني، او بس ما كتبناهاش الجزء ده، ان الوجود كله مدين في اصله ومنشأه للاب، فهو مصدر الكل، هو موجود بذاته لا يكتسب كيانه من خارج بل يملكه من نفسه، وفي نفسه انه غير محدود فهو لا يحوي شيء وهو يحوي كل الاشياء، وهو ابدي غير خاضع للزمن لانه غير محدود. يكمل بيقول ان الكلمات تعجز عن وصفه، دعوا العقل يعترف بانه هزم في محاولة لفهم. في الآب اسم يدل على طبيعته انه آب مطلق لا يتلقى طاقة الأبوة من خارجه، انه غير مولود، دائم، أبدي، متأصل، وهو معروف فقط للابن. عشان كده يقول الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر. يتكلم عن الابن يقول ايه؟ انني ارتجف من كل كلمة لئلا اخضع بالخيانة العظمى. لما يجي يشرح الابن يعني، فانه ابن لغير المولود، واحد، اسمعوا، واحد من واحد، حق من حق، حي من حي، كامل من كامل، قوة القوة، حكمة الحكمة، مجد المجد، شكل الله غير المرئي، صورة الآب غير المولود. لقد قال الآب من السماء مرارا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. والذي ولد هو صورة الله غير المرئي، ويحمل الشهادة التي تقول الآب فيا وأنا فيه. إنه ليس مجرد تبني، ده مش ميلاد بالتبني، هو ابن الله الحقيقي الذي يصرخ قائلا: الذي رآني فقد رأى الآب أيضا.
يكمل تحت عبارة ليس إلهين بالإله من إله، يقول إيه؟ الابن هو صورة الله غير المرئي. أرجوكم انتبهوا للقول ده. الابن هو صورة الله غير المرئي، ومن رأى الابن فقد رأى الآب أيضا. هناك تمييز، فإنهما آب وابن، لكن ليس بكون ألوهيتهما مختلفة النوع، فإن كليهما واحد، إله من إله، إله واحد، ابن وحيد من إله واحد غير مولود. إنهما ليس إلهين بل واحد من واحد. اتكلم بقى عن الروح القدس في سطرين ونختم. عن الروح القدس يقول: فيما يتعلق بالروح القدس لا ينبغي أن أصمت، ومع ذلك فأنا لا أحتاج لأن أتكلم، ومع ذلك فلا يمكنني أن أمتنع لأجل الذين هم في جهل. ويكمل بالآية: بما إنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. حينما يسألون ممن هو، نجيب بأنه هو الذي من خلاله توجد كل الأشياء، والذي منه كل الأشياء، وإنه هو روح الله وعطية الله للمؤمن. ده اختصار عن ما هو أكنوم الآب وأكنوم الابن وأكنوم الروح القدس. احنا النهارده خدنا، أنا هكتفي بكده عشان انتم ما تعبوش أكتر من كده. خدنا عقيدة الثالوث، وجودها الإعلان الواضح عن الثالوث في الكتاب المقدس، وخدنا فكر الآباء أو كيف عاشت أو فهمت الكنيسة أكنوم عقيدة الثالوث.